بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الري اوردر بوينت او امتى تطلب بضاعة تجيلك البضاعة في ميعادها، وازاي تخفض تكاليف التخزين بتاعتها الكارين كوست عندك وما تعطلش، وكمان ازاي تتوقع مبيعاتك المستقبلية. النهارده ان شاء الله هنستخدم ارقام عشوائية قدامكم عشان اوريكم النتيجة هتطلع ازاي واحدة واحدة بالمعادلات ان شاء الله، مبقاش في اي لعبة او اي اختلاف معانا جديد. تمام. طيب إحنا عندنا هنا data هنشتغل على item واحد بس عشان ما نلخبطش نفسينا، وعندنا هنا الquantity هتبقى in وout. أنا هامسح الكلام ده كله. تمام. وهاعمل هنا filter وأقول له no fill عشان أنا مقسمها، عشان عايز أقسم الin والout. تمام. وأقول له في الفلتر ده هات لي random between، هات لي أرقام random between. قول لي مثلا، هنقول مثلا 100، أو خلينا نقول أرقام بسيطة، 100 لحد 5000. تمام. ونشد المعادلة كده عادي. تمام. لما تستخدم المعادلة دي لازم أول ما تخلصها تثبتها، لو ما عملتش كده أنت هتعرف من نفسك ليه. خلاص. هنشيل هنا الفلتر ونقول له فلتر باليلو، بحيث إن إحنا نجيب الحاجات دي، ونقول له برضه نفس الكلام راندوم بتوين، ونستخدم سالب 5000، والتوب بتاعنا هيبقى سالب 100. طبعا هنا عكست عن الأولانية لأن أنا عايز الأرقام بالسالب. تمام. شد المعادلة، وطبعا لازم نعمل لازم نثبتها عشان ما الأرقام ما تقعدش تلعب معانا كل شوية. طيب. خلاص. لأن أنا عايز أفصل دلوقتي، أنا خلاص بقت في أرقام سالبة وأرقام موجبة، عايز أفصل ال N عن الأوت. هقول له هنا if اختار دي، لو أكبر من زيرو خدها، لو أقل من زيرو اديها لي زيرو. أوكي سوري، لو أقل من زيرو اديها لي زيرو، واقفل القوس. نفس الكلام الناحية التانية، هتقول له if دي أصغر بقى من زيرو خد دي واضربها لي في سالب واحد، ولو أقل حطها لي زيرو، واقفل القوس. شد يا باشا معادلتك عادي جدا أهو. تمام. وثبت الكلام ده، خد كوبي بيست وقول له بيست فاليو. تمام. كده خلصنا. طيب خلاص، انت كده طلع لك الان اهو، كل الحاجات اللي بتخش في المخازن بتواريخها بالايام بتاعتها، وده الاوت بتاعك. طيب. هتروح عند المانس ولير وتقول له اتعلم عليهم كده، وتقول له انسيرت، وتروح عند بيفوت تقول له هات بيفوت تيبل اند تشارت، وقول له اوكي. هيظهر لك الجدول ده زي ما انت شايف. هات المانسز حطها هنا في الروت، وقول له الان هنا في الفاليو والاوت في الفاليو. تمام. هيظهر لك المنظر اللي انت شايفه ده. روح عليه، قول له change chart، واختار حاجه اسمها line، بحيث ان يطلع لك المنظر اللي انت شايفه ده. تمام. شيل الفاليو دي كده، علم عليها ودوس ديليت. خلاص. وروح عند الداتا وقول له داتا ليبلز. خلاص. وسيبها زي ما انت شايف كده. طيب نعمل كده، نغير بس في المادة. طيب ده توتال ال N طول الشهور، ده توتال الأوت. الفرق بينهم كام؟ لو أنت قلت له ده ناقص ده، شوف هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 47615، ده رصيد المخزون بتاعي. طيب لو بصيت هنا هتلاقي إن ال N اللي هو بالأزرق ده ماشي سيريال لاين كده زي ما أنت شايف، نازل من فوق لتحت. تمام. وبيتقاطع في نقطتين، اللي هي بص النقطة دي بيتقاطع مع ده مع ده. عايز تشوف الكلام ده عملي، هات هنا حاجة ودوس على تريد لاين وقول له تريد لاين، ونروح عند الاورنج ده وتقول له تريد لاين، وقول هيطلع لك. شايف الخطين دول؟ مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. اكبر كده سنه. الخطين ده اللي هو الازرق والبرتقاني، ده اتجاه الترند العام بتاع المخزون، سواء هنا الان، فانت زي ما انت شايف بيصعد وبيهبط، بس هنا سيزوناليتي. يعني بص هنا شهر 3 وشهر 4 في سيزوناليتي، الاتنين دول بتقاطعوا، فده زي البريك ايفن بوينت بتاعته. طيب نصغر كده تاني. لو انا جيت هنا وقلت له اطرح لي ده ناقص ده عشان اشوف رصيد المخزون بتاع كل واحده من دول، فانت لو بصيت هنا وعملنا داتا بار برضه عشان نبقى جايبين كده الشارت تبقى باينه شويه. بص هنا هتلاقي اقرب نقطتين، يعني عمرهم ما تبقى زيرو، اقرب نقطتين اتقابلوا فيهم هو شهر 3 وشهر 4. بسبب ايه؟ بسبب ان هما يعني ممكن يكون السيزون عالي او حاجه في الشهرين دول، فبيبقى عندك اقل ليفل انفنتوري في الشهرين دول. طيب انا النهارده عايز اعمل حاجه اسمها كورليشن، هشوف العلاقه بين الان والاوت، هل هي بوزيتيف، هل هي نيجاتيف، هل في علاقه ولا ما فيش علاقه. بشوف الموضوع ده. طبعا هنقول الكورليشن، والكورليشن دي شرحناها قبل كده، فلو ما فيش ممكن ترجع لدرس الكورليشن، او هتلاقي حاجه اسمها كورليشن فيديو اتفرج عليه. هنقول له كورل. تمام. وخد لي الان كله، وخد لي الاوت كله كاكس وواي فاليو. طلعت لك هنا ودي حولها برسنتج، بيقول لك الكورليشن بوزيتيف 77%. طب يعني ايه 77%؟ دي مقربه على الواحد، معناها ان كل حاجه بتخش كان
بيقابلها اوت، بمعنى صح الاتنين اتجاهين، مش من كل ما بيجي لك بتدخل مخزون بتبيعه، معدل الدوران بتاعك عالي جدا. لو انت عملت كده وقلت 468 وقسمتهم على ده هيطلع لك معدل المخزون 1.11، ده معناها الانفنتوري تيرن اوفر عندك عالي جدا، وده ما شاء الله انت بتبيع يعني، مع اني مش عارف ازاي بس قشطه. تمام. طيب هنيجي نعمل معادله اللي احنا عارفينها كلها، بتساوي واي بتساوي ايه زائد بي زائد بي في اكس، اللي هي الواي اللي هي بتساوي واي هنقول اللي هي التوتال سيلز مثلا او توتال ان. تمام. والايه ده اسمه واي انترسبت. انترسبت مش مهم بقى الاسبلنج صح ولا غلط. الاكس هو السلوب، السلوب اللي هو بمعنى اصح هو البي. احفظ الرموز هنا دي كويس قوي. طيب واي هنا بتساوي كام؟ لو احنا قلنا مثلا تعالى ناخد شهر واحد كمثال، فهو بيقول لك واي بتساوي 90736. ايه الواي انترسبت؟ هنقول نختار معادله اسمها انترسبت. تمام. ونقول له خد الواي كاكسس وخد الاكس كفيرتيكال. تمام. واعمل كده واقربها، قول هنا مش هخليها راوند دلوقتي. الواي انترسبت بيقول لك طلع لك 28. طب عايز اعمل السلوب، السلوب هقول معادله فيها سلوب، سلوب اختارها، برضه اختار الواي اهو، هو عباره عن الان، والاكس عباره عن الاوت، واقفل القوس. تمام. واحولها برسنتج، فيقول لك والله السلوب هنا بيساوي 70%. طيب هستفاد ايه بالكلام ده؟ تعالى يا عم نطبق الكلام ده على شهر واحد. بقول لك شهر واحد عباره عن عندك 90,000 مبيعاتك ناقص السلوب اللي هو الواي انترسبت 28، اقسمهم على السلوب بتاعك اللي هو 70,000. تمام. يعني عملتها غلط انا اسف. هنقول له هنا مثلا 90,000 ناقص 37 واقسمهم على السلوب، طلع لك بكام؟ 88,117. ايه ال 88,117 ده؟ البريدكشن بتاع الكاش اوت، او بمعنى الاوت مش كاش اوت، ايه سوري، الانفنتوري اوت. تمام. طب لو بصينا ده البريدكشن، لو بصيناها بفرق بين الاكتوال كام؟ حوالي 5,700، فالرقم قريب جدا. تعال نشوف ده حتى يمثل كام. يمثل كام الاكتوال هنا؟ بيمثل 7%. طيب انا كده عرفت ان انا اقدر اجيب بريدكشنز بناء عليها ان يعني هيكون الرقم قريب من الحقيقه، هم ما بتطلعش 100% بس بيبقى الرقم حقيقي. تعالى حتى نشوف الكلام ده، المعادله دي لو انا قلت لك هات لي الكاش اوت اللي انت متوقعه واضربه لي في البرسنتج اللي هي بتاعت السلوب واجمعها لي على الفيكسد واي انترسبت اللي انت متوقعه اول مره، هيطلع لك 90,736 اهو، نفس ال 90,736. تمام. فكده تمام. طب انا عايز اعمل بريدكشن، بقول له والله لو انا جبت مخزون ب 100,000 جنيه، لا دي مليون ناقص صفر، لو جبت مخزون ب 100,000 جنيه عايز اعرف الاوت بتاعي كام، فوالله هقول له ماشي مفيش مشكله، افتح قوس حط ال 100,000 ناقص الواي انترسبت بتاعتك اللي هو 28، وده اقسمه على السلوب، طلع لك كام؟ 101. ليه هنا بقى 101؟ ده مش معنى ان انت العلاقه بوزيتيف هتفضل ماشيه بوزيتيف على طول، لا انت ممكن بتبيع لحد بتجيب مخزون بتجيب مخزون، فبالتالي بعد كده وبتبيع ما شاء الله شروطك بينشف، فانت عندك مرحله الانفنتوري الاوت هيبقى اكتر من ان، فانت لازم هنا بقى تتوقع ايه؟ مش الري اوردر بوينت الناس اللي بتعملها، يعني الناس بتعمل لك يقول لك كل المخزون مثلا لو عندي 50 فانت خلاص اطلب، لو عندك مش عارف ايه، لا انت هنا بتتوقع بتجيب بريدكشن صحيح. فانت هنا لو انت اعتمدت بالنظريه اللي انت تبقى ماشي السلوب بتاعك، او ان انت بتحط ري اوردر بدماغك، فشكرا ممكن تلبس وتلبس الشركه كلها، لان انت حاطط كميات ثابته مره واحده يطلع يطلع ينزل عليك ديماند مره واحده غبي، فالشركه تستك ما تعرفش تعمل بقى ميك اور باي او اي حاجه تانية. فانت هنا تبقى لازم تشتغل بالطريقه دي عشان تعرف تجيب ري اوردر بوينت مظبوط. خلاص. طيب احنا كده عرفنا الري اوردر بوينت، عرفنا الكلام ده. لو انت بصيت هنا هتلاقي هنا النقطه بتتقابل عند 75 ومش عارف طبعا الارقام هنا مش هتبقى باينه، تعالى نعمل كده نبعد ده عن ده. بص هتلاقي اللي هو ال 75 وال 135 75,000 و 76,000. فانا النهارده عايز اعرف الافريج انفنتوري او ايه النقطه اللي هو قريبه او الاثنين مع بعض. والله هقول له معادله هنا، اقول له افريج وهات لي الافريج بتاع ده بتاع الان ومعاه الافريج بتاع الاوت، فيطلع لي كام؟ 74,133. وخد الرقم ده واحفظه كويس جدا. تمام. طيب نرجع للشيت بتاعنا. الشيت بتاعنا طيب انا النهارده عندي كام اطلب، وبحيث ان انا عندي يبقى سيفت ستوك. فبيقول لك والله معادله الري اوردر بوينت، بيقول لك الافريج ديلي يوزج، انت في الافريج بتستخدم كام في اليوم؟
في افريج اوردر تايب، عشان اطلب البضاعه دي وتجيلي في الميعاد بتاخد لي كام يوم، بتتشحن لي من الصين بتاخد لي كام يوم، بتجيلي من السعوديه بتجيلي من اي داهيه في اي حته بتيجي مش تفرق. فاهم ازاي؟ فهتاخد وقت قد ايه؟ تمام. وايه السيفت ستوك؟ ايه السيفت ستوك اللي انت هتفضل تصرف منه لحد ما البضاعه تجيلك عشان ما تستكش وما يحصلكش ران اوت او حاجه زي كده. طيب عايز اقول لك المعادله دي هنساوي ايه. بيقول لك الافريج ديلي يوز. طب الافريج ديلي يوز دي احسبها ازاي؟ هات لي يا عم كل اللي هيساوي، هات لي الافريج اهو يساوي الافريج بتاع الكاش اوت كله، تروح عامل كده ومعلم عليه. تمام. هيطلع لك 1268. طيب بياخد لي قد ايه؟ قال لك والله يا عم الاوردر اللي انت بتطلبه الواحد بياخد له 10 ايام عقبال ما يجي لك. طيب تمام اوكي. فانا الاوردر بتاعي عقبال ما يجي لي عباره عن 10 ايام في 1260. طيب زائد السيفت ستوك. السيفت ستوك اللي هو الايه؟ الافريج انفنتوري اللي احنا جايبينه اهو، اللي انا قلت لك اوعى تنسى الرقم ده اللي هو ده. تمام. فده الافريج. طيب خلاص يبقى الري اوردر بوينت بتاعنا هنقول اضرب لي في ده في ده في ده عادي. لا اسف، في ده زائد ده. خلاص. فبيقول لك والله الري اوردر بوينت بتاعك 86.21. عند النقطة دي تقدر انت تطلب. يعني انت عند اقل من النقطة دي ما تطلبش، او يعني بس احنا هنقول اللي هو هنقول معادلة دلوقتي ازاي اللي احنا بنطلب بحيث ان احنا ما نستكش. فبيقول لك والله انت عند 86.21 اما تستكش. طيب في حاجة اسمها الافريج انفنتوري برضه لازم نبص عليها. ايه الافريج انفنتوري؟ المين ليفل انفنتوري عندك. طب ده بيتحسب ازاي؟ بيقول لك النمبر اوف اوردر اللي هو احنا طلبناهم في النمبر اوف اوردر على 2. تمام. النمبر اوف اوردر على 2 دي انت بتجيب الافريج. تمام. زائد السيفت ستوك اللي انت ايه قايله اللي هو كام؟ ال 44. تعالى نحسبها. والله بنقول اهو الاوردر نمبرز على 2. تمام. زائد السيفتي ستوك. اوكي. قال لك كام هنا؟ المينيمم بتاعك 74466 اللي هو الرقم اللي احنا شايفينه ده عشان مش عارف اقراه. طيب يبقى هنا الفرق بين الري اوردر والمينيمم حوالي 12000 يونت بحيث ان انت ما تستقش. طيب تعالى بقى نعمل الكلام ده ونجيبه فوق. طيب انا النهارده تعالى برضو نشيل كل الكلام ده، نشيل كل الكلام اللي هنا ده وخليني برضو اخليه وابقى اعملها بعدين. طيب عايز احط له انا بريدكشن بدماغي او بلاش بدماغي ندخلها عشوائي. تمام. نفس الكلام طالما ماشيين عشوائي نشتغل عشوائي عشان برضو يبقى الارقام فيها مصداقيه. عايز اشوف الكاش اوت. يعني الاوت بتاعي يبقى بين كام بحيث ان انا احقق اجيب انفنتوري كام واعمل ري اوردر بوينت عليه. والله هنقول راندوم مثلا البوتون بتاعنا قول 500 والتوب يا عم قول 10000. نعملها دي 500 لا 500 ودي 10000. يلا عشان ما حد حوش. فانا لو عملت كده وشديت المعادله والله مديني نسب مخزون ايه مختلفه زي ما انت شايف كده ارقام كلها عشوائيه. طيب انا النهارده عشان امشي بالمديول دي انا عايز اعرف الان بتاعي يبقى كام. يعني انا داخل لي في دماغي هجيب انفنتوري او اعمل اضافات بكام. والله هقول له هات بقى الرقم ده كده. هنقول له التوتال دي عشان احسبها هات لي الرقم بتاع ال اللي هو الواي انترسبت وثبته. تمام. زائد لا ده زائد انا اسف اتلخبطت ليه. بتقول ده بتقول الواي ثانية واحدة يا جماعة. ستوب. معلش انا عطلت كده مرة واحدة. طيب هقول كده هخش هفتح له ده واقول له هات الواي انترسبت وده ثبته. تمام. واقول له زائد افتح قوس الناحية التانية اهو عبارة عن ده اللي هو ده واضربه في اللي هو الاكس الانترسبت واثبت الاكس. تمام. وراح شادد المعادله عادي هيجيب لي ايه البريدكشن بتاع الاول. طب عشان مفيش وقت هقول اف هنا لو ده هقول ايه بيساوي اف وافتح اند واقول له والله ده اكبر من المينيمم كام 74 او لا اقولها اصغر من 74. تمام. لو ده اصغر من 74 او ده او ثانية أنا آسف يساوي if and وأقول له لو ده أقل من ال74 وأثبتها وأقل ودي
أقل من